الضرورات مقدمة على الحاجيات، الحاجيات التكميلية الترفيهية التي إن حصلت وإلا يستغنى عنها. أما الضرورات فهي التي ليس معها خيار. ومن ذلك التيسير على المعسر المدين المطالب بدينه، أنت تطالبه أو غيرك، فمن علم أن هذا معسر فمطالبته إثم وجرم، والمطالب يخشى عليه أن يبتلى بمثل عسره أو أشد. وهذا يغفل عن كثير من الناس الآن، أنهم يطالبون بحقوقهم وهم يعلمون عن بعض المدينين لهم بأنهم أهل عسرة، ما له راتب، ما له دخل، ما عنده وفاء دين، فيضطرونهم إلى القضاء وإلى الحبس وإلى التبعات الأخرى. هذا غلط خطير، هذا ظلم بين. الله تعالى قال في محكم تنزيله: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، يعني أنظروه أمهلوه، لا تزيدونه ضيقا مع ضيقه، اتقوا الله. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال بعد ذلك: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. حاسبوا أنفسكم وتنبهوا ليوم القيامة، لأنه لن يمر بكم عسر أشد من عسر يوم القيامة. فانتبهوا لهذا، ادخروا التيسير في الدنيا لدفع العسر في القبر وفي القيامة. فالدائن الذي يعلم عسر المدين مخير بين ثلاث لا رابع لهن. الأول إن وجد بضاعته عند المعسر فله أن يأخذها ويستكفي بها، سواء كانت مثل ما أخذها صاحب المدين أو أقل قيمة منها، ليس له إلا ذلك. ومر معنا في حديث سابق إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لدائن معاذ رضي الله عنه: من وجد متاعه فليأخذه، قبل أن يجعل بقية متاع معاذ وأثاثه مزادا. من وجد عين ماله يأخذه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يتصدق عليه، أن يعفيه من دينه احتسابا. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ ما عفا لك، يعني ما وجدت عند المدين من متاعك أو مثله، عن عفاف، واف أو غير واف، تحاسب حسابا يسيرا. احفظوا الحديث هذا: خذ هذا الحق عن عفاف، واف أو غير واف، النتيجة تحاسب حسابا يسيرا يوم القيامة. وجاء في حديث حسن عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسمح يسمح لك، يعني تنازل عن حقك يتنازل الله تعالى لك عن حقه ما دمت مسلما، ويرضي عنك خصمائك يوم الضيق، فيرضيهم سبحانه وتعالى بما يجزيهم، بحيث أنهم يعفون عنك ولا يؤخذ من حسناتك شيء ولا تحمل من سيئاتهم شيء.
هذا ملحظ لا بد من العناية به. فالمعسر هنا هو الغارم، هو المدين. الثالث النظرة إلى ميسرة، أنك تنظره، تصبر عليه وتمهله. إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وكان رجل ممن قبلنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يداين الناس ويقول لغلمانه، لصبيانه أو موظفيه: إذا وجدتم معسرا فتجاوزوا عنه، لعل الله تعالى أن يتجاوز عنا. فلقي الله تعالى فقال: نحن أحق بهذا منك. قال: ما عملك في الدنيا؟ قال: كنت أداين الناس فإذا وجدت معسرا تجاوزت عنه. فقال الله تعالى: نحن أحق بهذا منك، تجاوزوا عن عبدي. ينبغي للناس أن يلحظوا هذا. هذا من جهة الدائن. من جهة المدين ينبغي أن يتقي الله، فإن كان عنده شيء من اليسر فليوفي ما تيسر من دينه بقدره، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما أنه يماطل اليوم غدا بعد غد ويتعذر بأعذار كاذبة ويضيع مال الدائن بشهواته هو، فهذا ظلم وجور، كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، يعني يحل الكلام فيه بالسب والذم، ويحل العقوبة التعزيرية من قبل ولي الأمر أو القاضي. مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. ولأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس وهو يريد إتلافها أتلفه الله. ما قال أتلف الله الأموال، لا، حتى هو أتلفه الله. وأخطر التلف أن يتلف الله دينه، يذهب دينه، أنه يتعرض لفتنة يزيغ بها قلبه ويضل بعد الهدى، نسأل الله السلام، بسبب البغي والظلم. لا بد من الوضوح في هذا. فلا يجوز التطاول من الدائن على المدين المعسر، ولا تجوز المماطلة من المدين الذي عنده يسر في تأخير الدين وحرمان الناس من أموالهم التي عنده في ذمته. وهو إن فعل هذا فهو يجني على نفسه، لن يدخل الجنة ولأحد عنده حق من أهل النار أو من أهل الجنة، لن يدخل. فإن كان من أهل الجنة لا بد يستوفى منه، وإن كان من أهل النار فهو معه في النار، يكون أشد عذابا من الذي في النار يمكن. هذا الكلام على موضوع من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فالمعسر هنا هو الغارم العاجز عن التسديد، العاجز عن التسديد. من يسر الله عليه بأن أخذ ما وجد من متاعه الذي عنده بحاله، سواء كان مثل ما أخذه المدين أو أرخص. أما إن كان أغلى لا، فيحسب ما زاد من قيمته في يومه
يحسبه من الدين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه يسقط عنه الدين كله أو بعضه، صدقة عليه يرجو ثوابها وذخرها عند الله جل وعلا. الثالث الإنظار، كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسر، يمهله. أما الظلم، ظلم المعسر الذي تحقق عسره، فهو فيه صورتان. الصورة الأولى أنه يعلم عسره ومع ذلك يطالبه ويتسبب في زيادة حرجه، يتسبب له في حبس، ينقطع عن مصالحه وتضيع عائلته وبيته وعرضه بسبب ذلك، ويحمله الهموم والغموم التي كان بعافية منها وقد ينتج عنها أمراض خطيرة. هذا ظلم بين، وهذا جرم كبير جدا جدا، وجزاؤه عند الله تعالى خطير وشديد. وأشد من هذا، انتبهوا لها، المؤسسات المالية التي تتعامل بأقراض الناس على جهة وصف الشرع، يعني بطريقة شرعية أو بطريقة غير شرعية، إنهم يطالبونه بالتسديد وهم يعلمون أنه معسر، فإذا لم يحصلوا شيء قالوا نقرضك وتسدد لنا، يقرضونه بفائدة، يزيدون الربا عليه ويزيدون الغرم عليه. هذا أيضا ظلم شديد وخطير وكبير جدا. ولذلك هذه الجهات سبحان الله ما تجد في دخلها بركة بسبب إيش؟ الظلم. إنهم كثير منهم يظلمون الناس وهم يعلمون، ويحتالون على الله عز وجل، يضاعفون الدين بالغرم، يعني الدين بالدين، يقول إما أن تقضي وإما أن تربي. وهؤلاء يحتالون، يقول لا، نسدد عليه عنك حتى تسدد الماضي وتبدأ الدين الجديد. حيلة يعني إغراء بالربا والغرم. وهذا مكر، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وهذا يفعله بعض الناس الذين يتعاملون بالربا والذين لا يتعاملون بالربا، يرون أنه ما في شيء، يقول أسلفك، وأحيانا يغطون تغطية ثانية، يقول رح لفلان تراه سمح يسلفك يقرضك، وهم تواطن هو وياه. هذه من فنون تلاعب الناس بالشرع واحتيالهم على الله جل وعلا، كأنهم يظنون أن الله لا يعلم مكرهم وحيلتهم. كل هذا حرام، كله شديد التحريم وشديد العقوبة ومعجل العقوبة وخطير العقوبة. هذا في موضوع التيسير على المعسر. الأول هو إن الناس إذا علموا أن شخصا معسر من عنده سعة يساعد في إعطائه من الزكاة ومن الصدقة ومن الهدية ومن صلة الرحم، كل على حسب حاله ونيته. الثاني اللي هو من وجد متاعه عند المعسر أخذه واكتفى به، سواء بقيمته حين استدان أو بأقل من القيمة. والثالث أن يتصدق عليه بوضع الدين
كله أو بعض الدين. والرابع أن ينظره من عسرة إلى ميسرة، وهذا آخر شيء. وبالمقابل نفس المدين لا يحل له أن يماطل الدائن وعنده وفاء، الشيء كله أو بعضه. هذا أمر مهم، لأنه هذا في تعاملات الناس اليومية، وهذا يؤثر على صلاتهم وعباداتهم وغيرها. إما أن يزكي الصلاة العبادات ويعظم به الأجر، وإما أن يكون والعياذ بالله من الشغل الشاغل الذي يتسبب فيه الدائن بأنه يحرم المدين من لذة العبادة بالهم والغم. فإن الدين هم بالليل وذل بالنهار. أو أنه يكون جرم، إن المدين يماطل ويلعب على الناس وهو عنده ما يوفي به أو ببعض الشيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.